السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سي مصطفى النهيري. نعم، كاتب عربي مغربي. تسألني من هو المثقف؟ المثقف من وجهة نظري أنا هو من قرأ 1000 كتاب في شتى فنون المعرفة والأدب والفلسفة، ويضيف إليها آخر المعلومات لي سيونس دو سيرفو، علوم الدماغ. من لا يتوفر على هذا الرصيد الثقافي لا يمكن أن ينتسب مطلقا إلى الثقافة والكتابة. أنا نشرت 10 كتب من مالي الخاص، ولو أن ظروفي المادية أقصى من القسوة. دائما أعتني بهندامي، كلبس 160 لبسة في السنة كل يوم بحلة. نشرت 10 كتب تطرق إليها كبار المثقفين العرب، في حين أن بعض الأساتذة هنا في المغرب عندهم 20,000 درهم ب2 الملايين كيدير المحاضرة بالكاسكيت ديال 60 ريال. نشرت لقد استحسن من لدن المثقفين، والمثقف الذي يجمع بين الثقافة والكتاب يجب أن يتوفر على أسلوب باهر كأسلوب صاحب مقامات عيسى بن محمد موالحي، أكبر الكتاب العربية، محمد عبده، العقاد، عبد العزيز بشري. هذو أقطاب أمير البيان شكيب أرسلان. للمثقف الكاتب يجب أن يحتصل على أسلوب باهر حتى واخا سي مصطفى النهيري، واخا قطعتك، واش نعتبروا هواتف الذكية حتى هي قراءة؟ نعم، لأن من شروط الحضارة التكنولوجية، ولو أن شخصيا أعتمد في حياتي التقنية والعائلية لا على الكتاب، ولكن لا أتصل مع أهلي. عندي 20 فرع عادي، ولكن المهم أنا أشتري الكتب مرتين في الأسبوع. هذوك الناس تليفون ذكي واش تقبل تخدم به؟ نعم، يا با بروبليم، ولكن مع من سأتصل؟ يا خوتي، يعني النخبة المثقفة نادرة. أنا أريد أن أتصل مع الناس الذين لهم فوق 65 سنة، لهم أنا قلت مثقف من قراءة طالع 1000 كتاب. 1000 كتاب في شتى فنون المعرفة. ماشي بزاف 1000 كتاب؟ نعم، قبل سن الأربعين. ربما 1000 كتاب ما غاديش يلقاوها في المغرب. لا، لو بدأ في 15 سنة، بعد سميته 25 سنة يكون تزاوج. ما نوع هذا الكتاب؟ كل أنواع الكتابة، ويضيف إليها لأن الأدب العربي لا وجود، حتى أن قديما كانوا يقولوا الأدب العربي في المغرب، أو الأدب العربي في العراق، الأدب العربي في سوريا. لم تكن نقول الأدب السوري أو الأدب المغربي، هو أدب لأداته هو اللغة العربية، وأن يعتني به. ما لاحظتيش سي مصطفى النهيري بأن الثمن ديال الكتب مرتفعين في المغرب؟ صح، بالنسبة هاد خويتنا اللي كيبيعوا الكتب راه يبالغون. كيشري كتاب 15 درهم، كيطلب الدريه 35 40 درهم. حرام مزيان في هذا الموضوع. حرام تاخذ من تلميذه ولا من تلميذ ولا طالب 25 درهم على الكتاب. انت شاري ب 15 درهم، شاري ب 15 درهم. خدمتي الكتاب ماشي الكتب، كنشري الكتب مرتين. يعني تجي طالبات 40 درهم باش كيربح في الكتاب 20 درهم. كيف تشجع؟ لأنهم أصلهم ماشي بيعوا. كيف تشجعون على قراءة الكتاب؟ بتسهيل ثمنه على القدرة الشرائية للطلبة والمثقفين، وحتى تلاميذ الثانويات، وأن يعتني المثقف بهنداوي ويستحم ويغتسل مرة في الأسبوع، ما يكونش مقلق. يتطلب قراءة الكتاب بالأناقة نعم، لأن تعطيك صورة جميلة أنك رجل واعي نظيف طاهر مفكر فيلسوف أديب شاعر، وإلا كنت متطفلا قدرا عافين. شكرا. الأستاذ مصطفى النهيري، كاتب عربي.